مساء الخير عليكم احلى ناس في الدنيا كلها. الفيديو ده للبنات يا جماعه للبنات فقط. معاكم مريم من قناه مهاب ومريم. النهارده هتكلم على الفرشه الكهربائيه اللي هي المفروض عامله ضجه كبيره قوي، وكذا ناس تقولك دي الفرشه دي روعه، الفرشه دي هايله. انا جبتها على اساس الناس اللي كانوا بيتكلموا بيقولوا، قلت اجربها. جبت اللي هي الرخيصه اللي هي كنت جايباها ب 250 جنيه. طيب جبتها. هوريكم الاول شكلها من جوه، اكيد كلكم معظم الناس تعرفها، وفي ناس عايزه تعرف تجيبها ولا لا. هقول لكم طبعا ايه مميزاتها وايه عيوبها، وهقول لكم ايه الفرشه دي، ايه نعم يعني. دي شكلها، دي شكل الفرشه، العلبه بتاعتها يعني اهي. تمام، نفتح العلبه مع بعض. اهي دي العلبه لما اتفتحت طبعا بتبقى جايه في كيسه كده، ودي الفرشه، ويبقى جاي لكم معاها كتالوج مش عارفه ايه اصلا لازمته يعني، بس اوكي ماشي. دي الفرشه، دي الراس بتاعت الفرشه، شكلها تفتحوها كده اهي، وطويله جميله، عاملينها طويله وحلوه ولطيفه جدا وتمام. اوكي طويله ماشي لطيفه. دي الفرشه. طيب دي سنون الفرشه. هنا الفرشه دي درجتها بتوصل ل 230 درجه. ده زرار الفتح، وده اللي بتزود بيه الحراره، وده اللي بتنقص بيه الحراره. واول ما بتفتحه هنا بيجيلك كده العداد بتاعه، هو بيعد مع نفسه لغايه ما بيوصل، فبيوصل لك للدرجه اللي انت عايزها. دي اسم الفرشه. طيب انا جبتها واستخدمتها. نصيحه مني للبنات كلها، ما تجيبوهاش يا جماعه، ما تجيبوهاش ما تجيبوهاش ما تجيبوهاش، والله العظيم ما حلوه. ب 250 جنيه. تمام. رحت احكي لكم بقى الموقف. رحت المحل ده، رحت جبت منه الفرشه، ما كانتش دي، كانت فرشه زيها هي، فرحت جبتها كانت زي دي بالظبط، كانت هي. تمام. استخدمتها مره استخدمتها مره، واستخدمتها مره تانية، مرتين بالظبط. جيت استخدمها تالت مره، حطيتها في الكهرباء وشغلتها ودوست على زرار واشتغلت تمام وعادي. اول ما جت درجه ال 180 درجه تمام، وانا زودتها عشان اعمل الدرجه، عشان اعمل بيها شعري. اول ما مسكت البتاعه بس عشان اعمل بيها اسرح بيها، لقيت لك دي فصلت. فقلت مش مشكله عادي، ففتحتها تاني ونفس الحوار، وفتحتها وسبتها لغايه ما علت، وبعد كده جيت هستخدمها. مجرد بس ان انا عملت الفرشه كده دي فصلت. لا كده في حاجه غلط. جيت افتحها تاني مرضتش تفتح، افتحها تاني مرضتش تفتح. استنيت عليها يومين انها تفتح، مش عايز تفتح، مش عايزه الدرجه، مش الفرشه مش عايز تشتغل. فقلت لا، ده كده فيها عيب وكده فيها مشكله. وبعدين كانت السنون دي كانت طالعه بره، كانت عامله كده. لما جبتها كانت عامله كده، كانت دي عامله، كان دول عاملين كده. فقلت لا، هروح للراجل، لان هو قال لي ان المفروض ان هنا ممكن ابدلها، المفروض، او هو قال لي، وكنت عايزه ارجعها بصراحه، لاني طالما لقيتها بايظه كده لا ترجع بقى، ملهاش اي 30 لازمه، فارجعها. ليه اخليها مع عندي ومش عايزاها واخد فلوسي؟ قال لي لا انا ما برجعش، انا ممكن اصلحها لك. قلت له لا انا مش عايزه اصلحها. فقام قال لي بعد كلام كتير. ولما رحت للراجل لقيت بتوع من دول واقعين، لقيت دي واقعه وبتقع. فالمهم رحت وقلت، قال لي خلاص تعالي بكره هجيب لك واحده جديده. وانا كنت معلمه القديمه علامه كده عشان اعرف هيجيب لي فعلا جديده ولا لا. فعلا جاب لي دي اللي هي الجديده. استخدمتها بالظبط يا جماعه، والله العظيم استخدمتها شهر بالظبط. استخدمتها 4 مرات. تمام. بعد ما استخدمتها وخلاص، جيت مره اشغلها، شغلتها، استخدمت بيها، عملت بيها النص الاول من شعري. جيت اعمل النص التاني لقيتها فصلت. يا دي النيله. ومع الاستخدام بصوا دي فص من ده اتشال اهي، فص من ده اتشال، لقيتها فصلت.
ان اشغلها تاني، ان انا عايز اشغلها ابدا. يا ست ابوس ايدك ورجليك اشتغلي، ابدا مش عايز اشتغل. والله العظيم رديئه جدا، مش حلوه خالص. دفعت فيها فلوس على الفاضي. ماما نصحتني كتير ان انا ما اجيبهاش، بس انا قلت اجيبها عشان اجربها. بالنسبه بقى لاستخدامها وحلوه ولا لا للشعر. طيب الناس اللي شعرها ناعم تنفع معاهم قوي، والناس اللي شعرها خشن الاكرت قوي اللي هو الناس الاوروبيين ولا الناس اللي هم السودانيين دول الافارقه دول بيعملوا بيها وبتنفع معاهم. ليه بتنفع معاهم؟ عشان عندهم النوع مش ده، عندهم نوع تاني. تمام. فجربتها اوكي نفعت معايا. المدة بتاعتها، مدة ان انتوا تعملوا بيها ممكن تاخد منكم لو شعركم كيرلي ناعم مش ناعم قوي وكيرلي، تاخد معاكم ساعة ونص. لو شعركم زي شعري، يعني انا شعري ناعم بس كيرلي مزجزج كده مزجزج، اخدت معايا ساعة. تمام. بتعمل الشعر ازاي؟ اوكي ماشي، بتفرده وكل حاجة، بس استنوا عليها ساعتين، استنوا ساعتين بس. لو مش حاطين كريم، لو مش حاطين حاجه، كانكم ما عملتوش حاجه في الشعر. الشعر يبقى عامل زي الغوله. عارفين الغوله اللي هي امنا الغوله سوري امنا الغوله. تمام. المنظر بيبقى مش حلو خالص. تقريبا القطط هتيجي تنقض عليا دلوقتي. في ايه؟ طب اوعوا تيجوا، اوعوا تنطوا على الترابيزه، هتنط على الترابيزه. ما علينا يعني، هتلاقوا حاجه كده ماشيه فعادي يعني. المهم للشعر مش حلوه قوي. اتكلم بقى على حاجه احلى واحسن. نصيحتي ما تجيبوهاش يا جماعه، والله العظيم هتندموا ان انتوا جبتوها. في بقى واحده بيقولوا عليها غاليه قوي، نوعها حلو، وبيقولوا عليها هي عامله 700 و800 لغايه 1000، فبيقولوا عليها كويسه وبيقولوا عليها حلوه. دي انا ناس كتير قوي استخدموها، اسمها راش براش، غير دي خالص، غير فاست هير. دي فاست هير، انما التانية بيقولوا اسمها راش براش. راش براش دي بيقولوا عليها حلوه جدا جدا، وبيقولوا عليها جميله، ومعاها ضمان استرجاع مده 15 يوم واستبدال سنه تقريبا. بيقولوا عليها حلوه جدا. في ناس كتير قوي جربتها وقالوا عليها جميله، مش زي النوع ده طبعا، نوع تاني. رندا البحيري طلعت عملت بيها اعلان، فانا دي بفكر اجيبها بس مش دلوقتي يعني. بفكر اجيبها يبقى معايا كده بس سيوله كويسه واجيبها وهجربها هقول لكم عليها. بس النوع الرديء ده اللي هو ب 250، تعالي عايزه ايه؟ هتقعي والله. طب تعالي انت عايزه، تعالي. حلو كده، ارتحتي كده. المهم في منها النوع الرديء. النوع الرديء ده سوري، في منها النوع الحلو ده ممكن تجيبوه، لكن دي منصحش بيها، دي رديئه جدا ومش حلوه. الفرق بينها وبين المكوى احسن منها بكتير. البيبي ليس احسن منها بمراحل. البيبي ليس بتفرد، البيبي ليس حلوه. انا هي عندي منها اهي البيبي ليس. البيبي ليس دي جميله جدا، بتعمل الشعر كويس جدا، بتفرده. لو عايزين تخلصوه ممكن تخلصوه في ساعة، ممكن تخلصوه في ساعة ونص، على حسب انتوا عايزين تعملوا الشعر ايه. دي منصحش حد يجيبها خالص، دي مش حلوة ابدا 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 يعني. منصحش حد بيها خالص. دي رديئة جدا ووحشة، وندمت اني جبتها. دي تاني مرة اجيبها وتبوظ مني، فمنصحش بيها. لو عايزين استخدموا البيبي ليس احسن لكم بكتير. وان شاء الله هجيب اللي هي التانية، اللي هي مش رديئة، التانية اللي هي ب 750 دي هجربها، او ب 800 و 900 تقريبا. ايه هجربها واقول لكم عليها. بس دي منصحش حد يجيبها. هي دلوقتي هتلاقوها ب 250، ممكن تلاقوها ب 150، ممكن تلاقوها ب 200. فالام 250 و 300 دي ما تجيبوهاش، هتدفعوا فلوس على الفاضي وهتبوظ منكم، والحاجات دي هتقع ومش حلوه خالص. درجه الحراره بتاعتها كويسه بس مش حلوه، هتبوظ منكم ومش هتعمل شعركم كويس. فانا هجرب اللي هي التانية اللي قالوا لي الناس كتير قوي قالوا لي عليها. التانية قالوا لي عليها كويسه، وقالوا لي عليها انها بتفرد الشعر كويس ومش بتبوظ. فهجربها وهطلع اقول لكم وهعمل لكم ريفيو عنها. بس انا طلعت حبيت عشان اتخنقت من ان كل شويه يقولوا
الفرشه دي جميله، الفرشه دي حلوه، وبيقولوا ام 250 دي هايله روعه بصراحه، محدش يصدق، لا مش حلوه خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اكون اديتكم معلومه، لان فعلا انا عايزاكم ما تدفعوش فلوس على الفاضي على فرشه زي دي. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب الفيديو يكون شرح لكم ايه الفرق اصلا ما بين دي وما بين البيبي ليس. البيبي ليس طبعا تحفه، تفرد الشعر معاكم، ما بتخلوش هايش. البيبي ليس دي جميله جدا، لكن دي اللي هي الفرشه مش حلوه خالص، رديئه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حبيت تشوفوا مني فيديوهات تانية غير كمان مشترياتي، يعني دي حاجات من مشترياتي. لو حبيتوا تشوفوا اي حاجة تانية، لان انا بعمل فيديوهات فكاهية، بعمل فيديوهات للقطط، القطة الغريبة، الشيء الغريب اللي انتوا شفتوه ده، عندها 4 اخوات بعمل لها فيديو، وانا وخطيبي بنعمل فيديوهات وكده. فلو حبيتوا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وكومنتاتكم بقى عشان لو عايزين نعمل لكم اي حاجه هعملها لكم. هتوحشوني جدا جدا للفيديو اللي جاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تصبحوا على خير، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.